عاجل ورسمي إقالة يانيك فيريرا من تدريب نادي الزمالك. خبر نفسي أشوفه والله العظيم بعد الأداء الكارثي اللي حصل امبارح. لازم الخبر ده نشوفه، ما هو ما ينفعش ده يستمر، ده ما ينفعش يكمل، لأن ده مش هيجيب لك أي حاجة. ده ما فيش فكر خالص، ده بيبقى واقف كده خيال مآتة. عنده فكر، عنده حلول، يقرا الملعب، يقرا ايه؟ ده جاهل، ده امي، ده انا متاكد ان ده ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب. مفيش. انت بتتفرج على امبارح على الزمالك، احنا بنلعب من غير مدير فني. ده مش انا اصلا لما بقول مدير فني او مدرب انا بحس ان انا بظلم او بغلط يعني المدربين والناس اللي بتفهم كوره، لان ده ابيض، ده ملهوش في الكوره، ده مفيش يابا، ما عندوش حل واحد امبارح يعمله في الماتش. يعني انا شايف خوان مقفول عليه، طب ما اروح ابدله مع ادم اصلا نيله، اما اطلعه وانزل احمد شريف، طب اجيب خوان نص ملعب واودي نص الوينج. مفيش حلول، تحس ان انت امبارح قاعد معدوم من كل حاجه. انت مفيش على الله حكايتك، مفيش اي حاجه، مش عارف يقدم اي حاجه في الماتش، ما عندوش حل واحد، ما عندوش اي طريقه مختلفه اغير بيها الدنيا، انشط بيها الكلام. الماتش بيروح مني، الماتش ضايع، الماتش الاهلي حطيتني في ال 18. مفيش، واقف. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ولا احنا جايين نعمل ايه؟ ولا هو في ايه النهارده؟ ولا ده دي مناسبه ايه اللي احنا جايين؟ تحس ان هو ملوش علاقه باي حاجه والله العظيم. فنيات صفر، تبديلات صفر، قرايه الملعب صفر، كل حاجه صفر. يبقى مدرب ازاي يعني لما بقول لك كل الكلام ده صفر؟ نفس اللي حصل في ماتش وادي دجله، فضل قاعد للدقيقه 70 عشان افتكر اللي انا كده المشكله عندي في سيف فاروق جعفر، يبقى نطلعه في الدقيقه 70. فاهم؟ واصله لك؟ مفيش يابا. يعني كان معاك جوميز ماتش السوبر الافريقي الدقيقه 30، لا اللي سيف ده نقطه ضعفي، تعالى يا باشا اطلع، لسه هستنى الماتش يروح مني واقعد بقى اجري ورا نفسي ورا الوقت؟ من بدري قاري الدنيا، قاري الملعب، شايف انا رايح فين وجاي منين ولعبتي واقفه ازاي ومين حلو ومين وحش ومين غلط ومين صح. ايه ده؟ هجمت 10 دقايق في الاول، رحت وهجمت وجبت، وكنت هجيب جون اول وهجيب جون تاني في 10 دقايق بس هجمتهم. فرقه، بتلاقي فرقه لعبه 7 مطوشه في الدوري جاي فيها 8 اهداف، اللي هو دفاعهم مفيش، ما عندهمش دفاع. طب العب بقى وانت جربتهم في اول الماتش وجربتهم بعد ما جه فيك الجونين، ابتديت تضغط، جبت كره في العارضه والكره ضاعت لان مفيش دفاع. انت بتلاعب فرقه بلا دفاع. انت بقى بتعمل ايه او ايه لازمتك كمدرب او مدير فني؟ احنا بنتعلم وهنحسن في اللي جاي، وانا لسه هستناك في اللي جاي. يعني انت متخيل انا لسه هستناك اللي في اللي جاي؟ تبقى مفيش. بس طبعا هترجع تكلم الاداره طبعا الراجل ليه فلوس فمش هينفع يمشيه لان هيبقى ليه شرط جزائي، فمعناش اصلا نقبض القبض بتاعه العادي عشان ندفع شرط الجزائي، فهيفضل قاعد في قرابيزنا، فهيفضل قاعد على نفسنا. فاهم؟ هنفضل لحد امتى في الفقر دوت، في الهم ده، في لعيبه ما بتاخدش فلوس، في مدير فني ما بياخدش فلوس، في ناس مش عارف تعاقبها عشان ما بياخدوش فلوسهم، ما تعرفش تخصم لهم، ما تفهمش نفضل عايشين لحد امتى في الهم ده؟ الله اعلم. تيجي بقى نقطة تانية، جماهير النادي الأهلي. عارف أنت بالظبط اللي حصل امبارح ده كأنك دوست على ديل كلب والله العظيم. ما صدق. عارف أنت كان بيموت، راح حد داس على رجل على ديله. يا ابني أنت أصلا في الماتش نفسه بتقول لهم العب بقى يا عم، خلي عندك ده في الماتش اللي أنا ما جيتش فيه، مالكش فرص، مالكش أي حاجة، مالكش لازمة، بس حقهم تطلع تكلمهم في إيه؟ تقول لهم ما تفرحوش، ما تتبسطوش. فريقهم كان عيان، قعد تعبان، بس هو جه صيح عليك. عارفين ان الاهلي هيفضل تعبان لحد ما يجي عندك. هو عارف ان ماتش الزمالك ده الماتش اللي انا هفوق فيه، هموت نفسي، هدغدغ الدنيا، هكسب. وهو ده اللي عمله. فضل ضغطك، مفيش فرص، مفيش اي حاجه، ما بيعملوش اي حاجه، بس ما انت ما بتلعبش فريق درجه تانية، ولا عامل تقسيمه عندك في الملعب اللي انا هجرب الدفاع بتاعي ما يجيش فينا جوان، ده تقسيمه مش ماتش. فاهم؟ ده اللي حصل امبارح، تحس انها تقسيمه.
احنا بنشوف الدفاع بتاعنا عامل ازاي، هيبقى واقف ازاي. طب انا فين هجومي؟ فين شغلي؟ مفيش بقى يابا. في حقهم يطلعوا، مع ان في نفس الماتش يقول له العب بقى عندك يا عم، خلي عندك ده. كل ماتش، هو اصلا كل ماتش بيتقال لهم الكلمه دي. بس حقه يطلع يهوهو عليك، لازم يطلع يهوهو عليك. هيسيبك؟ ده انت مستلمه طول السبع ثمان ماتشات اللي فاتوا دفاع، وحقه حقه. والحاجه الثالثه بقى حسين الشحات. يعني انت لعيب مقشف اصلا اصلا، والواد ما عملكش حاجه، طلع تعمل له ما اعرفش ايه يعني، تنمر ويسب للشيب الدين. وما تفهمش الزبيبه دي بتاعت ايه لازمتها. يعني انت يعني ايه لازمتها في حياتك؟ يعني لما انت كل سلوكياتك وبعدين انت لعيب اصلا. يعني انت لعيب كوره، ما بنشوفكش والله، وهم حتى ما بيعترفوا يعني، مش شايفينك. مش شايفينك من ساعه ما جه زيزو وانت مرمي على الدكه. قول لي انت لعبت كام دقيقه من ساعه ما الدوري ابتدى اصلا عشان تطلع تعمل للواد كده؟ هو انت مش فارق، هو دي اللقطه بتاعتك اللي هو انا النهارده كنت جوه اهو. يا عم طب اسكت خلاص، انت كمل يومك على خير. لا، لازم اعمل اي نوى شويه ويجي له ضربه جزاء، ضحكه خبيثه وضحكه، عارف اللي هو ما انا قاصدها وعارف ان انا هعمل الحركه دي، وهو لبسها البنتايج، لبسها له. فادينا شربنا الماتش، لان ده يعتبر شرب، انت شربته. فاهم؟ ابلع ابلع بسبب مدير فني كحيان ابيض، ما عندوش كوره، ما عندوش فنيات، ما عندوش اي حاجه تقدر تنفذها لك في الماتش، ما عندوش اي افكت، ما عندوش اي جديد، ما عندوش اي حاجه، ما عندوش حلول. موت لنا الماتش، موت الدوري راح. الدوري كده بنسبه كبيره شكرا بقى، خلاص اللعيبه ترجع تقول لك انا فين فلوسي وانا فين دنيتي، وكل واحد هيطلب بحقه. ما انا خلاص كده كده الدنيا بتبوظ، فانا كمان ما جاتش عليا ان انا اطلب انا كمان فلوسي، وهي كده كده بايظه، فتبوظ على الكل، تبوظ على الكل. حسبي الله ونعم الوكيل، والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.